مرحبا شباب، رجعت لكم من جديد بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. معاكم عبد الرحيم فراح من قناة عربي جيمز. طبعا يا شباب اليوم موضوع الحلقة بدي اشرح لكم عن افضل برنامج لليوتيوب. هو برنامج مونتاج لليوتيوب اسمه سوني فيجاس. طبعا برنامج كتير مشهور وكتير فيه له ميزات منيحة، وبتخولك انك تفتح قناة وتصير تدبلج فيديوهاتك بامتياز واحتراف عالي. فالبرنامج انشهر لانه برنامج يعني جدا منيح ومواصفاته منيحة وميزاته كتير منيحة. طبعا قبل ما ابلش بالفيديو بدي ارجوك تشتركوا بقناتي. طبعا هاي قناتي عربي جيمز، اكبسوا على الاشتراك. انتوا بيطلع لكم تشتركوا على تكبسوا على الاشتراك، وبيجي مقابلها هون الجرس، تكبسوا على الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم الاول ناس، يوصلكم انه انا نزلت فيديو جديد وتحضروه بالاوائل يعني. فاشتركوا وفعلوا الجرس وتفاعلوا معاي على القناة، وان شاء الله راح اصير انزل فيديوهات منيحة. طبعا هاي البرنامج انا معرب البرنامج، انا عربته عشان برضو انا يعني لسه جديد على اليوتيوب، فبكون البرنامج صعب علي بالبداية، بيكون صعب علي، فعشان هيك عربته. وهي في عندي النسخة اللي مش معربة، النسخة اللي مش معربة سوني فيجاس 11. طبعا هاي عندي الباند كامل انا قاعد بصور فيه. هاي البرنامج باند كامل انا قاعد بصور فيه. وهي الفوتوشوب، طبعا الكل بيعرف هذا الفوتوشوب. برنامج مونتاج برضو، وتكبير وتصغير الصور، وبرنامج تنسيق الالوان على الصورة وعملها 3D. هاي السوني فيجاس. وبرنامج برضو اكيد يمكن الكل بيعرفه اسمه فيلمورا يعني برضو برنامج مونتاج زيه زي السوني فيجاس، بس السوني فيجاس يعني موسوعة اكبر من الفيلمورا. طبعا ان شاء الله بدي ابلش بالحلقة هسه. بدي اشرح لكم كيف بدكم تدمجوا صور بالبداية، واكيد راح اعمل اجزاء عن هذا البرنامج، راح اعمل اجزاء عنه، فانا بعطيكم الاساسيات يعني. بدك تضيف صورة او فيديو، بامكانك تضيف صورة على الفيديو. طبعا شباب هيني ضفت الفيديو اللي انا بدي اضيف عليه. طبعا ضفت اي فيديو عندي، فيديو كليب، وعادي بامكانك انت كل ما بتكبس تعمل زيك مثلا او على الديسكتوب. مثلا هاي هذا الفيديو، تكبس على الفيديو تعمل فتح لحاله اول ما بتكبس زيك بيطلع لك هون. انا ما عندي يعني فيديوهات اللي اجرب عليها زي هيك، كله بمسح اول باول، فنزلت هذا الفيديو. طبعا بالبداية بدي احكي لكم كيف بدكم تضيفوا الصورة على الفيديو. طبعا شباب زي ما انتم شايفين اني انا ضفت الصورة هيها، بامكاني اصغرها واكبرها على حجم الفيديو اللي انت بدك نسقها فيه. طبعا هيك صارت. بدك تكبس، لا احنا هاي لازم نحطها تحت. انا بس هيك ضفنا الصوت.
لازم تكون بالبداية الصورة بعديها الفيديو. طبعا هيك صارت. هسه بدنا نصغر الصورة. مش شرط هي، يعني مش شرط هاي الصورة، بإمكانكم أي صورة بإمكانكم تحطوها. بدنا نصغر الصورة. زي ما شفتوا كبست على هاي طلعت لها النافذة. بتصغرها، بتقلبها. انا بديها زي هيك. لما بدكم تعملوها على هاي اللي بتيجي زي بتيجي بتروح الصورة، ما بتجيش بالزوايا. بس هسه بدنا نعملها على الزوايا. تعمل هيك، هاي صارت الصورة بالنص. نكبس على هاي مباشرة، هاي نرجع بنقلبها زي هيك عشان تكون، وبنحطها مثلا بالزاوية. هاي بتكمل الفيديو. طبعا هي صارت هيك بالزاوية. عادي بإمكانك أنت تعمل، إذا أنك صاحب قناة على اليوتيوب، تعمل سبسكرايب. مش هذا سبسكرايب بإمكانك تحطها بالزاوية، أو أي صورة بدك إياها. لما بدك تحفظ الفيديو طبعا بده يحمل دقيقة حسب الجهاز برضه بتختلف. أنا حاطتها على 720 HD. لما بدك تحفظها مباشرة انت بتختار الملف اللي بدك اياه، مثلا على الديسكتوب. انا مثلا عاملها على الديسكتوب، بتختار الاسم الملف، تعملها مباشرة على ريندر، ولحالها بتبلش تنزل معاك الفيديو اللي انت بدك اياه. وان شاء الله يعني راح اعطيكم على الاساسيات للبرنامج، واي شيء انا بعرف عن هذا البرنامج راح اعطيكم اساسيات تاعته. شكرا لكم للمتابعة، وان شاء الله راح كل برنامج عندي راح اصير اشرح لكم عنه. في لسه برامج كتير، فوتوشوب CC اللي موجود عندي، فيلمورا، وكتير برامج منيحة بتلزمكم، راح اصير اشرح لكم عنها عشان تستفيدوا منها زي ما انا استفدت منها. ولا تنسوا الاشتراك عندي بالقناة، وشكرا لكم، مع السلامة.